ان جيت للحق ما رحتش ولا مره. ليه؟ بعيدة؟ غالية؟ مش بعيده ولا غاليه، لكن ما عنديش وقت. يا سلام، غيرك بيجيلها من آخر الدنيا وانت ما عندكش وقت، دي جنبك. والله مش عارف ليه بقى. انا اقول لك ليه. الانتيك خانة موجودة مش هتمشي. ان ما شفتهاش النهاردة تشوفها بكرة، تشوفها بعده، السنة الجاية. جايز يكون كده برضه. ويفوت العمر كله ولا تروحهاش مع انها جنبك. انما ايه دخل الانتخانه في كده؟ هو الواحد عشان يعرف الست بتاعته لازم يروح الانتخانه؟ ايوه. ايوه ايه؟ هما هيتفاهموا بالهيروغليفي؟ الستات زي الانتيك خانة تمام. تبقى حاجه وحشه. الست موجودة في البيت، هتروح فين؟ خلاص، مش ضروري جوزها يقعد وياها ويفهمها. المسألة مش مستعجلة قوي. ايه الفلسفه الكدابه دي؟ الحقيقة كده، الواحد منكم عمره ما يهتم بمراته، عمره ما يقعد في بيته. مش ضروري يروح الانتيك خانة. انت مش هتنتقلي من الانتخانه بتاعتك دي؟ ايه التشبيه مش مظبوط؟ من جهه كده مظبوط قوي. الا قولي لي، نعم. تحبي حضرتك تعيشي طول عمرك في الانتخانه؟ طبعا لا. خلاص نبقى متفاهمين. متفاهمين على ايه؟ الواحدة منكم تعمل البيت انتخانة تسد النفس، وبعد كده تقول الراجل ما بيقعدش في البيت. يقعد ازاي؟ احنا بنخلي البيت كده؟ وألعن من كده، يجي من بره متضايق وعاوز يروق نفسه، أول ما يخش يتكعبل في المقشة في جردل المسح. النظافة مش كويسة؟ كويسة في وقتها، مش ساعة ما يدخل. على العموم دي حاجات ما بتحصلش كل يوم. والهانم، الست هانم